الجميع اعتقد انه الهلال ممكن يتعثر بحكم انه ريمونتادا صارت على الهلال. ضمك كان مهزوم 1-0، فجأة صارت 2-1 لضمك في لحظات، اخطاء دفاعية بسيطة كركبت الدنيا. ولكن الجعان هذا من الدقيقة 5 مدري كم هو يسويه، خلاص باقي تجينا البيت هنا تسوي لنا اياه خلاص. والله يا عيال جد الحين اللي يصير مع الهلال هذا ايه؟ هل لك سر عند الله من جد ولا هذا حظ ولا هذا ايش بالضبط؟ ايش كل ايه؟ خلاص تعثروا، ما يصير. هذول كل موسم سلسلة، كل موسم عندهم سلسلة، الله يسلسل العدو احسن. ايه طيب بعدين الموسم الماضي اطول سلسلة انتصارات في تاريخ الكورة، مو في الدوري السعودي. الان هنا عدم الخسارة او اللا هزيمة. طب الرقم ذا حقنا اتركوا بس اتركوه في حاله. مدرب شجاع حتى وإن كان مهزوم، حتى وإن كان في لخبطة في الدفاع، حتى وإن كان أي شيء، دخل خنق الناس، دخل هاجم بكل ما أتاه الله من قوة. ومن أول ما كان متأخر عندنا يبدلوا دقيقة 90 94. صراحة للأمانة دفاعات الهلال اليوم فيها لخبطة كبيرة جدا، سواء من كولوبالي من سعود، اللخبطة واضحة، الهدفين كلها أخطاء دفاعية، ولكن ذولاك يغلطوا ورا وهذا يصلح لهم قدام. مبروكين يا هلال.